يا أخي تبقى حافظ الجملة صم، الجرامر تمام، الchunks تمام، الexpressions تمام، كله في جيبك، وأول ما الأجنبي يقول لك hello عقلك يعمل بلانك، ضربات قلبك تزيد، تنهج، تعرق، وتحس أكن في حيطة اتبنت بين لسانك ومخك. The fear of making mistakes. إيه اللي حصل؟ فين الجراما؟ فين ال10,000 كلمة اللي حافظهم والكورسات؟ فين الحمام؟ الافكتيف فلتر. I'm Detective Who from LCIA organization. والنهارده هقول لك ليه الخوف من الغلط هو العدو الاول للطلاقه. مش كده وبس، هقول لك ازاي تكسر الخوف ده في 3 خطوات بس. ركز في كل ثانيه لان الكلام اللي هقوله لك ده هيوفر عليك سنين احراج. اول سؤال لازم يتسأل، احنا ليه بنخاف لما نتكلم مع نيتيف سبيكرز؟ عالم اللغويات ستيفن كراشن اكتشف ان في حاجه اسمها الفلتر العاطفي. الفلتر ده بينزل لما بتكون قلقان او خايف تتهان او تبان قليل، مخك بيقفل منطقه اللانجوج اكوزيشن ديفايس، يعني المعلومات موجوده بس مقفول عليها بباب او فلتر. الفلتر ده بيتكون من 3 حاجات: القلق او الخوف انك تتكلم قدام حد وتغلط، الثقه بالنفس انك تقدر تتكلم اللغه الغريبه دي، والدافع اللي عندك انك عايز تتعلم اللغه دي فعلا ولا مضطر لها. الفلتر ده ما شاء الله دايما بيكون كومبو، لو حاجه اتضربت الباقي بيقع معاها زي الدومينوز افكت كده. المشكله دي بتظهر في 3 صور: مونيتور اوفر يوزر، الشخص اللي بيراجع الجمله 10 مرات في سره قبل ما ينطقها لدرجه ان الكونفرسيشن بتخلص وهو لسه ما خلصش مراجعه. التانية perfectionism، الرغبة انك تطلع الاكسنت والجراما 100% صح، وده مستحيل في مرحلة التعلم. 3 ودي الأخطر، السوشيال انكزايتي، انك حاسس ان الاجنبي ده ليه سلطة لغوية عليك، فبتحس انك في امتحان مش مجرد قعدة دردشة عادية. طب والحل ايه؟ The defiltering plan، إزالة الفلتر ده. ودول ال3 خطوات: communication over accuracy، في مرحلة الكلام المعنى أهم من المبنى، اتعلم جمل مش كلمات، ويجي معاها على طول communication repair. لو غلطت في كلمة كمل عليها عادي، بلاش تسكت، أو استخدم الجاب فيلرز، يعني عطلت عند كلمة ومش عارف معناها بالإنجلش، اسأل الأجنبي ده How do you say that in English؟ ما تتكسفش. أو what I mean is، وتبتدي تشرح الكلمة دي بطريقتك. انت هنا بتخلي هدفك التواصل مش الكمال اللغوي والشو اوف. تاني خطوة السيلف توك اكسبوجر. فاكر فرغلي؟ دقيقة واحدة. فرغلي ده البراكتس بارتنر بتاعي، ده شريك لغة اخترعته، وساعة لما يكون عندي أي مكالمة أو انترفيو ببراكتس معاه. أو بلاش فرغلي، I know he looks creepy right فرغلي rest in peace. اتكلم مع نفسك، المهم الكلام يكون بصوت عالي ومسموع لمدة 5 دقايق. ازاي ده ممكن يفيد؟ ده بيعمل حاجة اسمها vocal warm up. مخك لما بيسمع صوتك وانت بتتكلم انجلش بطلاقة وانت لوحدك بيألف لغة وبيعتبرها جزء من هويتك، فالفلتر بينزل تلقائيا لما بتقابل حد وبتكلمه كلام انت اوريدي عملت براكتس عليه. 3 strategic competence، حاجة كده عاملة زي اللف والدوران. بدل ما تخاف تنسى كلمة اتعلم توصفها. نسيت كلمة appointment؟ قول the meeting we set for today. لما تتدرب انك تتصرف تحت ضغط خوفك من نسيان الكلمة بيختفي، لانك بقى عندك بلان بي، ومش بلان بي بس، بلان سي ودي اذا حبيت. والدنيا عموما مش هتقف على الكلمة دي، يعني not the end of the world، خصوصا لما يكون اللي قدامك هدف الكوميونيكيشن. ده انت ممكن تحط له شوية كلمات جنب بعض مفيش علاقة بينهم وبرضه هيفهمك. الطلاقة مش انك ما تغلطش، الطلاقة انك تغلط وتكمل عادي اكن مفيش اي حاجة حصلت. ارفع الضغط ده عن نفسك واسمح لنفسك تغلط عشان تتعلم. كسرنا حاجز الخوف. يس. ايه؟ في مشكلة تانية هتواجهك وانت بتتكلم، البطء. ليه بنحس اننا بنترجم في سرنا وبناخد وقت طويل جدا عشان نرد؟ الحلقة الجاية هنفك شفرة الترجمة الفورية وهنعرف ازاي نفكر بالانجلش. Subscribe, like and share. This was Detective Who English Decoded.